بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يوم المرء الصعيدي، اليوم الرسمي للملزوز الصعيدي، ماشي، واليوم الوطني للملزوز الصعيدي بالفطير بتاعه بالبركة كلها بتاعته. اليوم كله هعيشكم في اليوم كله أجواءه، طيور بقى واللت والعجن في الفطير وكمان فيه عيش شمسي. كل بركة إن شاء الله بإذن الله، ونقطع جبنة ونطلع للطيور والحاجات دي كلها إن شاء الله. بس قبل اللي بيحضر الفيديو وبيشوف كل حاجة كده، فيه مجهود كبير. يا ريت يا جماعة اللايك بس، معلش في الفيديو اللايك للفيديو أو اشتراك في القناة، علشان إيه أحس إن أنا إيه، إن أنا واصلة لكم وتسعدوني. حتى بص الفطيرة لما بتنتفخ ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل عليك سيدنا محمد. روحوا الفيديو في القناة واعملوا اللايك على طول، والله هتسعدوني باللايك ده، لان هو هيرفع الفيديو ويشاهدوا اكبر، يوصل لاكبر عدد يعني من الناس، فبالتالي يعني احس ان انا بعمل حاجة يعني. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. طبعا ايه المرق الصعيدي الناس اللي بتشتغلوا، تعالوا نبتدي يومنا نشوف نبتدي ازاي. طبعا انتوا عشان شفت الوصفة دي عملتها معاكم للطيور. على السريع كده قشر البرتقال اللي بنرميه في الزبالة، ارجعوا للفيديو وشوفوا انا ضفت مع قشر البرتقال والليمون ايه، حاجات كده ايه، يعني حاجات ضروريه والله هتلاقيها ايه. لو ما عملتها روتين لطيورك ما شاء الله تبارك الله، اكيد ايه تقوي مناعتهم. احنا بص ما حدش ماسك ايه الاقدار بايدي وما نعرفش اللي هيحصل ايه، بس عموما بتحسي ايه بتفرق كتير مع الفراخ والعدوى. حتى لو كنت انت على السطوح وفي عصافير وفي جمام وفي كده، فبالتالي ايه ما بيختلطوش معاك. احنا بصي الخلطه دي وزعتها على كل الطيور، لان طالما السطح مفتوح فوارد حتى العصافير الغالبه بتيجي تشرب من عندك، فممكن تكون جايه بعدوى. فالحاجات دي ممكن تقتل العدوى اللي جايه بها او تلحقك يعني تنجدك انت. حتى الكبير والصغير بنحط له برضه، عشان خاطر ايه زي ما قلت لكم كل السطح بتاعك يبقى ايه عنده نفس الادويه كده ونفس الحاجه، فبالتالي انت تبقى مأمنه نفسك. بص دي معون الطيور الكبيره. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بصوا ده بط رمضان اللي انتوا شفتوه، بس انا مش عارفه هل حق رمضان ولا لا، لان ما باكلوش علفه كامله. تعالي نشوف بقى. نزلت جري على المطبخ علشان خاطر الحق ايه يومي يعدي بسرعه، فبالتالي ايه ما يبقى انجزت كل حاجه. هنا الجبنه بتاعتي إيه ازاي بتخليها تمصر معاكي بسرعه وما تبقاش صيصه كده. الجبنه البقري انا حطيتها شويه على النار، ودي بصي دول شويه رايب صغيرين، سبتهم كده على جنب. هعملهم معامله الزبادي، لان انا ان شاء الله باذن الله ناوي اعمل بسبوسه، فقلت هعينهم شويه. لحقت النهارده يومي كفاني، لحقت ما لحقتش هعمل اشيلهم لبكره واعملها ايه الجمعه ان شاء الله باذن الله. بسبوسه خطيره 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 ما فيهاش غلطه. عارفه زي احسن محل بتشتري منه البسبوسه، من احسن كانك مشتريها جاهزه فعلا. اللهم صل عليك سيدنا محمد. وحاجتك في البيت يعني ما اشتريتش حاجه من بره، لان الزبادي انت عشان تشتري علبه زبادي كبيره تمن وقدره يعني. طب بص الجبنه بتاعتي دي صراحه كانت في الشنده لها يومين. ليه سايباها يا اسرار لها يومين؟ لان انا ناويه فعلا مش للاكل، انا كنت ناويه احطها على طول في المش. بس طبعا يعني هتبلها بالملح والشطه واركنها شويه في المطبخ تمصر ميتها. لازم يومين ثلاثه، ما احطهاش على طول عشان ما تربليش دوده ولا حاجه. طب انتي حطيتيه ازاي وبيمصر معاكي بسرعه اللبن البقري او اللي هو الجبنه البقري دي؟ لا بحطها زي ما قلت لكم، زي عارفه كانك حطاها في الشمس. عارفه اللي زي دمعه العين كده، ميتها تخلي ميتها قرب دمعه العين كده، مش تغليها مش تسخنيها، لا زي دمعه العين كده. فبالتالي ايه تلاقي الجبنه مسكت معاكي ومش مفروله، لا ماسكه حلو يعني مظبطه معاكي. طبعا هحط المقدار كله في الشند زي ما انتم شايفين. احط البركه كلها وابتدي ايه اللهم صل عليك سيدنا محمد، عشان برضو كله ده إيه. انا كنت بقعد جنبيها بصفي واعمل في الاول، بس الطريقه دي نفعتني وشفعتني بسرعه. ابتدي انا برضو اعصر فيها بالراحه كده بالراحه، علشان خاطر ايه تاخد شكلها وتصفي ميتها. طب ليه القماشه دي يا اسرار بتعمليها ليه؟ لان احنا بص انا بحطها على السطوح، وارد يا جماعه غباره، وارد عفش، وارد دبانه ناموسه، وارد حاجات كده على السطوح والسطوح مكشوفه. فانا بحطها عشان اضمن جبنتي ما تجيش حواليها حاجه خالص، او في يعني هو المفروض بتبقى زي القشطه كده ما فيهاش ولا غباره، حاجتي نظيفه، وابقى حاسه بامان يعني ما فيش حاجه ايه تيجي ناحيه الجبنه. طيب بعد ما صفيتها وظبطتها كده ابتدي انا الفها بالقماشه بتاعتها، ماشي. والله دي طرحه قديمه يعني، وابتدي علقتها على الحيطه.
طب عملت ايه بعد كده؟ نزلت على طول لتحت، كنت ملينه الخميره البايته. علشان ايه؟ طب انت هتعملي ايه النهارده والخميره البايته تعمليها في الصبح ليه؟ ما المفروض الخميره تبقى من بالليل. لا، انا حملتها بعجنتها بعجنها في الصبح بحيث تخمر معايا بعد العشاء كده، واعجن واسيبها. لان انا زي اللي متابعني عارف ان انا بخبز تحت في الحوش، بستعمل المروحه حتى في طوبه، بيخمر العيش بيبقى زي الفل ما شاء الله على المروحه في طوبه، مش ما احطهوش في الشمس خالص، لان انا فرن البلدي فوق عندي اتكسرت، فبالتالي لسه ما بنيناهاش، وبستعمل الفرن الحديد تحت ما طلعناهاش يعني في الحوش قاعده. ومريحاني كمان عشان الدقيق تحت ما بطلعش وانزل في الدقيق وتعب علينا. فبالتالي ايه بعجن وبخبز تحت في الحوش. خلاص، واللي متابعني عارف. وشوف اخر الفيديو انا عجنت امتى وخبزت امتى. يعني الناس بتبقى صاحيه تعجن، انا صاحيه ايه على طول اخبز على طول. العيش لقيته خمران على 5 الفجر كده، لقيته خمران وعاوز ايه، عاوز يتخبز على طول. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص ببتدي اهلت فيها واعجن حلو ماشي. والخميره مش عايزه عجين كتير يعني عشان تبقوا عارفين، بس هي اهم حاجه تغطي فيها الدقيق بتاعها. عجنتيها وتنشفيها يا ريت في الشتاء، ما تخافيش من نشفانها، تنشفيها في الصيف اكتر. المهم تعجنيها وتبقى حلوه معاكي كده، وبعدين تغطيها بسرعه، ما تعجنيش فيها كتير عشان ما تتهواش منك الخميره. طب اللي مش عنده خميره ونفسه يعمل زينا كده هو ما شاء الله ويدوق العيش الشمسي البركه ده، يعمل ايه؟ زي ما قلت لكم ما تحتروش خالص، ما تعملوش بالبيره بس، ولكن تروح لاي فرن بلدي تقول له لو سمحت عايزه رغيف عجينه، رغيف ني، يديك الرغيف واعملي زي نفس الحركات بتاعتنا بالظبط. تدوبيه في الميه، بتديتي تعجني ميه دافيه مش سخنه، بتدي خلاص بعد ما سبكتها رش على وشها كده ايه، الله اكبر الله اكبر، اتملكت كده، وهروح ايه حاطه برضو ايه اللي فيها الدقيق واسيبها ايه تخمر براحتها. اللهم صل على سيدنا محمد. وتاني مره تروحي تفركيها، بعد كده تفركيها بعد ما تخمر منك وتعجني، تفركيها وتشيلي بقى، تبقى عندك خميره بايته في بيتك. جريت بقى فوق علشان خاطر كنت هعلق اللحمه، وابتدي انا بشرت البصل، علقت اللحمه اهي جنبي، وابتدي ابشر البصل عشان اعمل تسبيكتي ايه الملزوز الصعيدي او المرق الصعيدي. بصوا ده مش مزنوق، ده انا عايزه كمان احمره اكتر. ده انت عارفين التحميره اللي هي ايه، قرب ما يقرب يعني يتحرق بس، وتقولوا لي مش ممرر ولا الهوا والله، ولا تحتاجي فيه سكر ولا بنحط سكر ولا حاجه. ده كمان مبيضه شويه بعد ما ضفت صلصه الطماطم. هنا سبكت كمان، هنا كمان حمرها مش اللي هو مش مظبوط، المفروض حمرها يبقى بني مش حمرا كده، لا احنا عشان تبقى كده مظبوطه اكتر يعني. كده الصعايده ودماغهم بيحبوها كده. طبعا دي الحركه دي للناس اللي عارفه كانت بتعملها زمان، ان انت ايه دي التصبيره بتاعتنا، بنحشي رغيف ونقطم فيه بالتقليه الصعيدي يعني. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. نبتدي بقى بصي هنا طبعا كنا عجلنا الفطير بتاعنا، وبنبتدي نقطعه يبقى ناشف شويه، مش زي الفطير المشلتت، يبقى ناشف حته ماشي. خلاص مش ناشف قوي بحيث تقعي بالعافيه، لا يبقى ناشف يعني سابق الفطير المشلتت بحته. نبتدي نقطعه ونحطه على دي. ليه بقى بتعملي كده يا اسرار؟ علشان خاطر يا ست اللمنتي يرتاح معاكي ويفرد معاكي، ما يغلبكيش في الفرد. ده اللي هو ايه، اللي هو الفطير الابيض اللي هو انتوا بتسموه الرقاق، بس احنا بنسميه الفطير الابيض، فطير المرق. نبتدي تبصي تفردي كده ايه، يتفرد معاكي زي الهوا، ما بيبقاش فيه ما بيغلبكيش، طالما إيه ارتاح معاكي كده على الدقيق. اللهم صل على سيدنا محمد. نحط الفرن بقى، الفرن دي بقى عايزه اللي يلهمها، لان هو عاوز فرن شديد، عاوز اللي يلهمها على طول. تحط الفطيره وتبقى عينك عليها، ما تقفليش عليها، المفروض نقفل عليها عشان بس احنا عشان احنا رافعين نارها وعشان اصور فكنت فاتحه عليها. بصي ما شاء الله، اول ما تقب كده من الحواف كلها يبقى كده خلاص نست، ما تسيبهاش اكتر عشان لو قرطمت ونشفت معاكي مش بتنفع للفطير، بتنفع بس تتاكل كده وتقرمش والعيال ياكلوا منها. احنا بنقرمش واحده والله ونقعد ناكل منها. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص بنستفها كده، بنعملها اللي ايه الشكل الرسمي للفطير الفطير الابيض. بنسلسها كده ونحطها ايه في القماشه، نكلفتها حلوه عشان ما تلحقش تنشف معانا ماشي، لحد ما نخلص البركه كلها. اللهم صل على محمد. بص الفرد تفرديها كده زي ما كنت بتفردي سجاده على الفرن. بص هوريكم المنظر وهي بتقب ازاي، ما شاء الله ما فيهاش خميره هي. بص البركه ما شاء الله، طالما قبت كده معاكي يبقى دي معاها طلوعها من الفرن على طول، ما تسيبيهاش برضه عشان ما تنشفش منك.
عاوزه تعملي رقاق خليها تنشف حبه وتبقى حلوه، تطلعيها كده وتسيبيها في الهواء هتلاقيها بقت احلى رقاق وتعملي بيه اللي انت عايزاه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص عشان ما اطولش معاكم، انا كنت مسرعه الفيديوهات علشان خاطر ايه، بس لو انتوا احتجتوا حاجه بالراحه كده اسالوني في اخر فيديو نزلته، اسالوني، ما تسالونيش فيديوهات قديمه، لاني انا الفيديوهات القديمه او اي سؤال في اي فيديو اسالوني في اخر فيديو انا عم منزلاه. اللهم صل عليك سيدنا محمد. خلاص خلصنا الفطير كله ماشي جهزناه. طب عشان تنجز معايا لو طب وكمان للناس اللي هي ما عندهاش طواجن وعاوز تعمل في الصواني ينفع، ينفع والله ما يحصلش فيهاش حاجه. طب انا عاوز اعملها على فرن البوتاجاز، ينفع خالص تلزيها على فرن البوتاجاز، تولعي فوق وتحت وتبقى زي الفل معاكي، وهيبقى احلى مرق صعيدي كلتيه. طب ينفع اعمل الفطير نفسه على فرن البوتاجاز؟ ينفع لو نارك سخنه ماشي، وترقيه اكتر وترهفيه اكتر، يبقى رهيف عن بتاعنا ده عشان هو عاوز نار سخنه صراحه. طيب وتخلي بالك يعني منه، وتصغري الفطيره عشان تعرفي تفرديها على الفرن حلو. طيب ينفع من فوق؟ ينفع من فوق، انا افضل من فوق اكتر، تحطي له صينيه كده ولا حاجه وتفرديها عليها زي الكريب كده ماشي، بس هو ما يبقاش زي الكريب، بيبقى ما يتفرد يعني. اللهم صل على محمد. انتوا لو شايفين العيل الصغير ده بيعمل ايه يقلد فينا في الفرد الفطير، شايفين ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك. المهم وزعتهم على الطواجن اهو ماشي، وحتى الصينيه عشان خاطر ايه انجز يعني، ما عنديش معون تاني، فبالتالي انجز بحطهم في الفرن بقى. الفرن بقى في المرق يبقى عالي جدا، عالي خالص، عالي لابعد حد. بص الريحه، بص لما بزحزح في المراقيس يبتدي ايه يتلقلق كده، يلم عليك الجيران، مع ان الجيران كلهم عاملين نفس اللي احنا عاملينه ده ما شاء الله يعني. ده لما بقول لكم يوم الخميس ده اليوم الرسمي. وبص الفطيره اللي من فوق الفرن دي الفطيره دي لو كنا طول الخبيز احنا منشفينها علشان ايه نقرطم منها كلنا ما شاء الله تبارك الرحمن. طعم تحفه وحكايه، الله اكبر. وعجينته ايه كلها يا دوبك، عجينته ما فيش غير الملح بس والدقيق بس، مش اكتر، والميه، ما فيهوش ولا سكر ولا اي اضافات ولا بيكنج باودر ولا خميره. بنسيبها لحد ما ينس ويبقى يطلع التفاح. الطبقه اللي من فوق لازم ايه تبقى فيها حمشه كده بسيطه زي ايه كانها مشويه كده، خدت الوش بتاعنا. بص بقى بوريكم هنا الفطير بيبقى طري، بيتقدم معاه على طول مع ليمونه مخلله، وانسي بقى لما تحطيها كده تفرديها في الفطيره. بصي كده، كانت كفته، كانت فراخ، كانت اي حاجه، تحطيها كده بصي تطلعها من المرق، تعمليها كده في الفطيره وتلفيها كده، اقطم يا سيدي وعيش. الله اكبر. هسيبكم مع الفيديو ده تشوفوا فكرته ايه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما الناس تروح تنزل تعجن في الفجريه، هوريكم انا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبتدينها بالفجريه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله الرحمن. الساعه 5:10 زي ما انتم شايفين في الموبايل، وعيشي خمران، ولا هعجن ولا حاجه. سبحان الله، الناس بتقوم تعجن وانا بقوم ايه الاقي العيش بتاعي خمران. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الله اكبر، يعني ولا هتعرض لشمس ولا حاجه. وبص كمان ايه المروحه، تعالوا نشوف انا عملت ازاي كده. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ما شاء الله، هم اعدلهم تك، هسيبهم بقى يخمروا وياخدوا حقهم، حتى اللي ايه على الطبابيع بصوا خمران ما شاء الله ما شاء الله. بصوا كل العيش خمران، الله اكبر. وخلاص من غير ما اقرب ولا بعد اهو. بسم الله ما شاء الله. بس هروح، بس هيأذن دلوقتي ايه الابتهالات بتاعت الفجر، اروح اصلي الفجر واحضر فطار الجماعه اللي رايحين على الغيط دلوقتي، وان شاء الله بمشيئه الرحمن يكون عزهم خالص ان انا ده في حاجات تتقلب خلاص. بصوا اهو الله اكبر. تعالي نشوف بقى احنا عملنا كده ازاي، والحاجه دي بتيجي ازاي وتتعمل ازاي. اللهم صل عليك سيدنا محمد. مفيش حاجه بتغلب على الصعيده. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بصوا خلاص هم تكه خفيفه كده، وابتدي ايه اقلب فيهم حاجات تتنقى اهي فيهم حاجات كتير تتنقى. الله اكبر. يبقى الناس تقوم تعجن في الفجريه وانا اقوم اخبز في الفجريه. اللهم صل على، وانا اقوم الاقي العيش خمران في الفجريه، هي كده.
اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا. تعالى اوريكم الطريقه ازاي. مش هخلي واحده في مصر كلها ما تعرفش تخبز ولا عيش شمسي ولا عيش مرحله. وان شاء الله بمشيئه الرحمن لو عيله في ابتدائي هخليها تخبز احسن حاجه بمشيئه الرحمن. يلا تعالى نشوف مع بعض. خلي يومنا يعدي ازاي كده ونشوف. نستفتح بالاذكار ونستفتح بكل حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله، وتلاقي الرزق ان شاء الله يجيلك لحد باب البيت.